بتبتدي قصتنا مع بطلنا ويليام، واللي بيبقى من اسره غنيه جدا وشاطر ومجتهد وعلى طول بيجيب اعلى الدرجات. بيكون متوقع ان هو هيكون حاجه عاليه جدا في المستقبل، وكالعاده بيكون الاول على المدرسه. بيجي له صاحبه في الوقت ده وبيتكلم معاه عن الشياطين والجنيات، وبيحاول يقنعه ان هم حقيقيين، بس بيرد عليه ويليام وبيقول له ان مفيش اي حاجه تثبت وجودهم. بيقول له صاحبه ان كل يوم بيصحى بيلاقي الشاي بلبن محطوط قدامه هو والبسكوت، وده سبب كافي على ان الجنيات موجودين وبيحققوا له امنياته. فبيقول له ويليام لو كانوا فعلا بيحققوا امنياتك فليه ما طلبتش منهم ان هم يرفعوا درجاتك شويه بدل ما انت في اخر القائمه كده؟ ده شمال يا عم ويليام. بيزعل صاحبه جدا من كلامه مع انه عنده حق برضه، فبيقول له ويليام بكره الاجازه فاستغلها وذاكر احسن لك. بيفتكر ويليام لما كان المدير بيكلمه بيقول له ان الفلوس بتاعه المدرسه ما اتدفعتش لحد دلوقتي، فبيرد ويليام عليه وهو مستغرب وبيقول له ان المفروض عمه يكون دفعهم من بدري. ويليام بيكون مستغرب ولكن ما بيحطش في دماغه، وبيعدي الوقت لحد ما بيوصل ويليام للقصر اللي هو عايش فيه. بس بيتفاجئ ان مفيش اي حد من الخدم اللي بيكونوا واقفين بره موجود، بس بيجي الخادم الخاص بعائله ويليام وبيكون واضح عليه الحزن وبيقول له انا عايزك تستحمل. بيستغرب ويليام من كلامه المفاجئ، بس بيكمل الخادم وبيقول له ان عمه اللي بيدير كل اموال العائله بعد وفاه امه وابوه دخل في استثمارات خطيره وخسر كل فلوسهم فيها، وده اللي ادى في الاخر ان هم يفلسوا ويبيعوا كل اساس القصر وما تبقاش منه حاجه واحده. بس بيكمل الخادم وبيقول له الحمد لله عرفنا نحافظ على القصر، وهنا بيصرخ ويليام باعلى صوت بسبب ان كده يعتبر مستقبله ضاع. بيسال ويليام الخادم عن عمه فين دلوقتي، فبيرد عليه الخادم وبيقول له انه اختفى وما يعرفش هو فين، بس من معرفته ليه اكيد هيبقى كويس. بيرجع يساله عن باقي الخدم اللي موجودين في القصر، فبيقول له ان الخدم كلهم بعد افلاس العم رحلوا وهو الوحيد اللي فضل قاعد. فبيطلب ويليام منه ان هو يمشي هو كمان، بس بيضحك الخادم وبيقول له ان عيلتي كلها كانت بتخدم عيلتك طول الوقت وعشان كده انا هفضل معاك لحد النهايه. وهنا بيتحرج ويليام من كلامه وما بيعرفش يرد عليه، بس بيشكره على كل اللي عمله معاه وجدعنته لحد دلوقتي. بيفتكر ويليام ان هو لو ما دفعش فلوس المدرسه هيطرد منها، وبيجري يدور على اي حاجه لها اما ممكن يدفع من خلالها الرسوم، ولكن بعد تدوير كتير مش بيلاقي اي حاجه. فبيسال ويليام الخادم لو كان في اي مكان سري في القصر ممكن يلاقوا فيه اي ممتلكات، ولكن الخادم بيقول له هو احنا مش في روايه خيال علمي هنا علشان تلاقي حاجه زي دي. ولكن بنشوفهم بعد كده داخل قبو وبيلاقوا هناك غرفه مقفوله، فبيحاول ويليام انه يفتحها بس مش بيعرف، فبيضطر يكسر الباب وبالفعل بينجح، بس بيتجرح في ايده جرح بسيط، واول ما نقطه من دمه بتنزل وبتلمس الارض اللي بيكون عليها طلاسم غريبه بتبدا تنور ويطلع منها طاقه كبيره في الوقت ده. وفجاه بيظهر شخص غريب وبيقول لويليام اخيرا لقيتك. فبيقول له ويليام للغريب ده هو انت تبقى مين بقى؟ فبيقول له انا واحد من اعظم 36 قائد شيطاني في جيوش الجحيم كلهم واسمي يبقى دانت. وبعد شويه وقت بنشوفهم هم مكتفين دانت، وبيقول له ويليام انه ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيقوله ده ومش بيامن اصلا بالشياطين. فبيرد عليه دانت وبيقول له احنا الشياطين عايشين في طبقات زيكم كده، وان دلوقتي اللي بيسيطر على عالم الجحيم يبقى الامبراطور لوتش، وبيخدموا 7 من الملوك الشيطانيين وكل واحد منهم عنده 24 شيطان تحت خدمته، وان المفروض الشيطان اللي يختار الملك الجديد هو لوسيفر، بس المشكله ان الامبراطور لوتش عنده نفس الصلاحيات بتاعه لوسيفر بالظبط. بس طبعا لا احنا ولا ويليام بنكون فاهمين اي حاجه، وبعدها بيستدعي له ويليام الشرطه. دانت بيتعصب عليه جدا وبيقول له انت ازاي تعامل شيطان زيي بالطريقه دي؟ فبيرد عليه ويليام وبيقول له انا مستحيل اصدق الخرافات اللي انت بتقولها دي يا عم انت. بيقول له انت مجرد نصاب ودجال، وبيكون متضايق جدا بسبب انه كان عايز يلاقي اي حاجه مفيده في القبو. دانت بيتعصب وبيجيب اخره منه، بيكون لسه هيشتمه بس بيحدف عليه ويليام الجزمه بتاعته، فبيسكت خالص وبياخدوا الحراس وبيمشوا. بيروح بعدها ويليام للقبو مره تانية علشان عايز يعرف الخدعه اللي استخدمها دانت وازاي ظهر فجاه كده، ولكن مره واحده وهو بيفحص القبو بتظهر هاله ظلاميه وبتمسكه قبل ما يلحق يعمل اي حاجه وبتبدا تخنقه، وفجاه بيختفي ويليام من المكان. هو الخادم بتاعه واقف في حاله صدمه ومش مستوعب اللي حصل اساسا. بعدها بنشوف ويليام في المكان اللي هو اتنقل ليه، وفجاه بيدخل المكان انسان براس حيوان. بيتخض ويليام جدا لما بيشوفه قدامه، بس بيفتكر ان دي حفله تنكريه وبيسال نفسه هو ليه في حفله تنكريه زي دي في القبو بتاع منزله. بعدها بيقول ان هو اكيد بيحلم، فبيتكلم الشيطان الخادم معاه بيقول له انت ما شاء الله عندك سرعه بديهه عاليه، وبيسال الشيطان ويليام اذا كان جاي هنا علشان يعتذر من سيده، وويليام ما بيكونش عارف هو بيتكلم عن ايه بالظبط، بس بيكمل الشيطان وبيقول له ان سيده يبقى هو دانت. فبيرد عليه ويليام وبيقول له قصدك النصاب اللي كان هناك من شويه؟ وعند دانت اللي بيكون بيراقب القصر، بس بيجي الخادم من وراه وبيربطه بالحبل وبيساله انت وديت ويليام فين؟ طبعا دانت ما بيكونش فاهم اي حاجه ولا عارف هو يقصد ايه، بس بيستوعب اللي حصل وبيفك الحبل بسرعه وبيجري علشان يلحق ويليام. بنرجع تاني لويليام اللي بيكون عمال ياكل احسن اكل وفرحان جدا، وبيسال الخادم هو ليه قبو منزله بيودي البيت اللي اسمه دانت ده، وبيطلب منه لما دانت يجي يبقى يقول له ما يبقاش يجي البيت بتاعه مره تانية. ولكن فجاه وهما بيتكلموا بيدمر المكان من حواليهم، وبيجي المكان شيطان اسمه جيل وبيعتذر منهم على الخطا اللي عمله بالغلط، بس بيقول له الخادم ان دانت مش موجود علشان يقابله. فبيرد عليه جيل وبيقول له للاسف انا كنت بحسب ان ده اليوم اللي هدمره فيه. ساعتها الشيطان ده بيقرب من ويليام وبيعرف ان هو انسان مش شيطان، وبيساله ايه اللي بيعمله هنا. بيقول له طالما دانت مش هنا يبقى اخد الواد ده معايا، وبياخد ويليام بكل سهوله، بس الخادم مش بيسمح بكده. بيستعد علشان يهجم عليه، ولكن جيل بيحط ويليام قدامه كدفاع، وبيقول للخادم بقول لدانت قابلني في مكان اسمه كوتشي. ويليام يعني ما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل وبيقول اكيد ده حلم، ولكن فجاه بيوصل المكان دانت، واول لما بيجي بيهجم على جيل بيطيره لبعيد وبيلحق ويليام قبل ما يقع، وساعتها بيقول لجيل اوعى تقرب منه تاني ده هيبقى واحد من اتباعي. ويليام بيتحرج وبيقول له انا ما طلبتش منك انك تساعدني، فبيقول له
دانت انت كنت هتموت لو مساعدتي، وبحركه واحده من ايده بيرجع المكان كله جديد مره تانية. بيوصل جيل للمكان مره تانية وبيقول لدانت انا فهمت دلوقتي الانسان ده بيعمل ايه هنا، هو ده المختار مش كده؟ ولما بيلاقي دانت ساكت ما بيردش عليه بيتاكد وبيقول له يعني ده هو سليل سول. بيقول له انا هاخده معايا قبل ما امشي، وبيظهر قوته اللي بتجتاح المكان كله بتدمر البيت كله من فوق لتحته، وبيهجم بضربه قويه جدا على دانت، ولكن دانت بيتصدى كل ضرباته بكل سهوله. بيبدا ويليام اخيرا يحس ان العالم ده حقيقي، وبيتكلم الخادم وبيقول ان ده يبقى تابع لواحد من الزعماء اللي بيتنافسوا على عرش الامبراطوريه. بنرجع للقتال بتاعنا مره تانية، وبيهجم جيل على دانت بضربه قويه جدا وبينجح انه يصيبه وبيخبطه في الحيطه وبيقعد يسخر منه. ولكن انتوا فاكرين ان دانت خلاص كده؟ ابدا. بيجمع دانت قوته وبيعمل كره من النار وبيهجم بها عليه وما بيعرفش جيل يتفاداها وبيتصاب جامد في الوقت ده. بس دانت مش بيقف لحد هنا، لا ده بيستخدم قوته الحقيقيه وبيدمر المكان اكتر واكتر من قوته المرعبه، وبيبدا الاثنين في الهجوم على بعض. بيشتد القتال ما بينهم جامد وبيهاجم دانت بضربات قويه جدا، ولكن بيوقفه ويليام في اخر لحظه، وبيتفاجئ دانت ان طاقته اختفت بمجرد ما ويليام قال له كده. بيطلب منه ويليام انه يرجعه للبيت بتاعه مره ثانيه علشان يذاكر، وبيقول جيل ان كنت بحسب ان المختار ده شخص عادي بس طلع عكس كده، انا لازم اقول للسيد بتاعي. وبيودعهم وبيسيبهم وبيمشي، وبينادي دانت على ويليام باسم سول، فبيستغرب ويليام من الاسم الغريب ده. بيجي اليوم اللي بعده بيحاول ويليام يعيش حياته عادي، بيروح المدرسه بعد ما الاجازه خلصت، واول لما بيوصل بيستدعي المدير، واول لما بيروح له بيقول له ان الفلوس خلاص اتدفعت. بيتفاجئ ويليام جدا بسبب ان هو ما دفعش حاجه، واكيد عمه مش هيدفع حاجه يعني بعد اللي حصل له ده. وبيفضل طول الحصه يفكر مين اللي يكون عمل حاجه زي كده، ولكن بيقطع تفكيره ده المدرس وهو جاي يقدم طالب جديد للفصل، وكل الطلاب بيكونوا مستغربين لانهم في نص العام الدراسي. بيوصل الطالب الجديد ده هو ما بيكونش اي طالب، ده بيكون دانت بشحمه ولحمه. بيتفاجئ ويليام طبعا وما بيكونش فاهم اي حاجه، وبعدها بنشوف صاحب ويليام وهو واقف في الغابه وبيحاول يستدعي الشيطان. بالفعل بينجح ان هو يستدعيه وبيخطط ان هو يخليه يخدمه، ولكن الشيطان اول لما بيخرج بيساله عن مكان المختار. بنرجع تاني لويليام ودانت اللي بيكونوا واقفين مع بعض، فبيسال ويليام هو انت اللي دخلت المدرسه بتاعتي؟ فبيرد عليه دانت وبيقول له بدل ما تشكرني ان انا دفعت تكاليف المدرسه. فبيتفاجئ ويليام علشان ما توقعش ان ممكن يكون هو اللي دفعها نهائي، وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيروح ويليام يجهز نفسه علشان يروح الحصه اللي جايه، وبيجي له واحد من زمايله اسمه سولو وبياخده علشان يروحوا للحصه، وبيكون واضح ان الواد ده مش تمام وهو وراه حاجه مش طبيعيه. بيدخلوا الحصه وبيستغرب ويليام ان دانت مش موجود، وبيقول مستحيل يكون هو اللي دفع التكاليف، ازاي الشيطان ممكن يدفع تكاليف المدرسه؟ وبعد ما بتخلص الحصه بيسالوا صاحبه سولو هم مروحين لو في حاجه شاغله باله، وقبل ما ويليام يرد عليه بيرجع في كلامه في اخر لحظه وبيقول له انه عايز يطلب منه طلب. بس قبل ما يتكلم معاه بيجي المدرس بتاعهم، فبيسالوا سولو يقدر يساعده ازاي، فبيقول له المدرس انه حصل الفتره الاخيره ان الشر موجود في المدرسه. بيتفاجئ ويليام من السؤال ده، بس بيكمل المدرس وبيقول لهم لو عرفتوا حاجه ما تقولوش قبل ما تيجوا تعرفوني. بنروح لدانت اللي بيكون ما شاء الله عليه اتعرف على نص المدرسه وتأقلم معاهم بسرعه كبيره، على عكس ويليام اللي كان انطوائي دايما. بيشوف دانت ويليام معدي من قدامه فبيروح يسلم عليه، بس ويليام بيعامله بطريقه وحشه جدا. بيفتكر ويليام ان المعلم بتاعه طلب منه ان هو يكون مسؤول عن دانت، فبيتعصب اكتر وبيسيبه وبيمشي، بس دانت مش بيسيبه وبيجري وراه. بيزعله ويليام وبيقول له انه مش عايز يدخل نفسه في حاجات مالهاش اي علاقه بالواقع، وقبل ما يرد عليه دانت بيجي له غفاش وبيعرفه ان في حاله طوارئ بسبب ان في جيش اسمه بالبرت بدا في التحرك. بيطلب الخفافيش دي منه ان هو يرجع للجحيم مره ثانيه، فبيقول لهم خلي بالكم من ويليام وبينتقل للجحيم. وويليام ما بيكونش طايق الخفافيش دي وبيحاول يبعدهم عنه، بس بيكون اصلا مش ظاهر ان جنبه حاجه، وبيبقى شكله هبل جدا وهو عمال يضرب في الهواء، والطلاب بيكونوا فاكرينه خلاص اتجنن. بعدها بنشوفه هو رايح يدور على اي حاجه ممكن يبيعها في السكن بتاعه علشان يجيب فلوس، بس فجاه بيخبط عليه صاحبه وبيدخل، والمفاجاه ان بيكون معاه الشيطان اللي اسمه ستري. بيطلب ان هم يتكلموا معاه بس بيقول لهم ان هو ما عندوش وقت فاضي، وبيجي في الوقت ده سولو وبيدوا له المنحه الدراسيه اللي كان طالبها منه لما كان معاه المره اللي فاتت. بيكون سولو مستغرب منه بيقول له انا مش مصدق ان انت من اكبر 3 عائلات وبتطلب منحه دراسيه. ما يعرفش اللي فيها، بيقول ويليام مع نفسه انه مش هينفع يقول الحقيقه، وان اللي دفع التكاليف بتاعه المدرسه كان شيطان. بيشكر ويليام على الخدمه اللي عملها له وبيمشي سولو، فبيفكر ويليام مع نفسه بيقول شكلي كده هفضل ادفع تكليف المدرسه من المنح الدراسيه. بس بيتدخل ستري وبيقول له انا عندي طريقه افضل من المنح، انا عمي بيحب يحقق طموحات الشباب المتميزين وهيكون راعي ليك، وبالاصح بيطلب منه ان هو يقابله. بيفكر ويليام مع نفسه بيقول ان ده هيبقى خيار حلو جدا بالنسبه له، فبيقول له تعالى زورنا في الاجازه اللي جايه، وبيكون زميل ويليام عارف ان في حاجه بس خايف يقول قدام ستري. بيجي الليل وبيكون ويليام فرحان جدا بسبب ان هو لقى حل المشكله بتاعه الفلوس خلاص، بس بيلاحظ صاحبه ايزك بيتمشى بالليل في وقت زي ده. بيلبس وبيروح يشوفه بيعمل ايه في وقت متاخر كده، وبنشوف ايزك وهو بيعمل نفس التعويذه اللي استدعى بها الشيطان المره اللي فاتت. بيوصل ويليام عنه وبيقعد يهزقه بسبب اللي بيعمله، لكن ايزك بيقول له انه بيعمل كده علشانه، فبيستغرب ويليام فبيقول له ايزك علشان نتخلص من الشياطين لازم نستدعي ملاك وجهه في الوقت ده التعويذه بتشتغل. بس المفاجاه ان بيكون وحش مش ملاك، وبيترعبوا هما الاثنين وبيحاول ايزك يستخدم تعويذه الغاء، بس الوحش مش بيستنى وبيهجم عليهم وبيقعدوا يجروا منه. بيقع ايزك على الارض وهو بيجري وبيكون الوحش خلاص هيقتله، ولكن بيجي الشيطان ستري وبيقسمه نصين بضربه واحده. بيقول لايزك ان خطته عبقريه فشلت بسببه، وبيغير شكله وبيعرفه ان يبقى واحد من نبلاء الجحيم ال12 والمرشح لعرش الامبراطور المؤقت بديل لوسيفر. وهنا بيعرف ويليام ان كان بيكذب عليه ومفيش ولا راعي ولا حاجه، وبتكون دي صدمه بالنسبه له وبيمشي من غير ولا اي كلمه. بس بيوقفه ستري وبيساله انت رايح فين، فبيرد عليه وبيقول انه رايح ينام احسن له. فبيتفاجئ ستري بس بيستخدم قوته بيكتف ايزن، لكن مش بيلحق يتكلم
وبيجي دانتي من فوق وبيبعدوا عن ايزن. بيهجموا الاثنين على بعض وبيحصل بينهم اشتباك قوي جدا، بس ويليام بيسيبهم وبيمشي وبيطلب من ايزك ان هو ما يضايقهوش تاني. بس قبل ما يمشي بيعمل عليه ستر حاجز بيمنعه من الهرب، فبيخاف دانتي على ويليام وبيستغل الستر اللحظه وبيهجم عليه وبينجح انه يصيبه. بس الضربه دي بتخلي دانتي يظهر قوته الحقيقيه وبتكون في هاله قويه جدا. بيهجم بقى على ستري، بس بيعرف ستري يصد الهجوم ده بكل صعوبه، فبيظهر هو التاني كمان هالته القويه وبيهجموا الاثنين على بعض. بس بيقول لهم ويليام يخرجوا الاول وبعد كده يقاتلوا براحتهم، بس ما حدش فيهم بيسمعه وده بيخليه يتعصب جدا وبيامرهم بالتوقف. وفجاه طاقتهم السحريه بتختفي، بيختفي الحاجز اللي كان معمول عليه وبيسيبه وبيمشي. وبيسال دانتي ستري وبيقول له هتعمل ايه، فبيرد عليه ستري وهو بيضحك وبيقول له مش هعمل اي حاجه، في الاخر ده سول. بس فجاه بيظهر جيل وبيقول لستري ان بلبرت طلبك ترجع له، وفعلا بيمشي ستري. في الوقت ده بيعرف ايزك ان ويليام هو اللي هيختار الشيطان الامبراطور، وعشان كده كل الشياطين بيتعاركوا عليه فبيفرح بيه جدا. بعدها بنشوف ويليام هو واقف مع المدرس علشان يساله على حاجه، وبيقول له هو الكهنه يقدروا يقتلوا الشياطين، فبيرد عليه المدرس وبيقول له ايوه نقدر نقتلهم، وبيساله لو كان في حاجه شاغله باله. بيفكر ويليام يقول للمدرس على كل حاجه بتحصل، ولكنه بيرجع في كلامه وبيشكر المدرس وبيمشي. لكن قبل ما يمشي بيقول للمدرس ما تقلقش قريب جدا مشاكلك كلها هتتحل. وبعد ما بيمشي بشويه بيجي له دانتي علشان يطمن عليه، بس بيقول له ويليام ان المفروض يسمع كلامه بما انه المختار، فبيطلب منه ما يشوفش وشه تاني. فبيقول له دانتي تمام، بس خليك فاكر ان الشياطين ال 72 هم اللي هيبقوا عايزينك تختارهم، ولكن باقي الشياطين ممكن يجوا يقتلوك عادي. فبيتفاجئ ويليام وبعد كده بيسيبه وبيمشي. بيكون المدرس واقف يراقب كل الكلام ده. بيمر الوقت وبنشوف ايزك وويليام هما بيكلموا اتنين من الطلاب وبيكونوا خايفين جدا، وبيقولوا لهم ان هما شافوا عفريت في الغابه ومش عارفين يناموا. فبيروح ويليام هو وايزك علشان يشوفوا اللي بيحصل، بس في الطريق بيقابلهم ستري وبيسالهم بيعملوا ايه هنا. فبيقول لهم ان هو هيجي معاهم علشان ممكن يكونوا شياطين وساعتها الاتنين هيموتوا. بس قبل ما بيخرجوا بيسمعوا صوت واحد من الاتنين بيصرخ، فبيروحوا عليه بسرعه. بيقول لهم انه كان هنا وخرج، فبيطلعوا يجروا وراه بسرعه، وفعلا بيلاقوا الوحش اللي بيجروا وراه بيبقى واضح عليه ان هو قوي جدا. فبيحاول ستري انه يستغل الموقف وبيقول له لو خليتني امبراطور انا هقتله دلوقتي. وفي الوقت ده قوه الوحش بتزيد جدا وبيهجم على ستري. بينجح انه يصيبه بس مش بيسكت لحد هنا، لا ده بيتحول لغراب وبيهجم عليه، ولكن ستري بيضربه وبيخليه يختفي. بيقول لهم ان ده مش وحش عادي، لا ده شيطان. وبيتبع ستري الهاله بتاعه الشيطان لحد ما بيوصل للكنيسه، واول لما بيفتح الباب بتنطلق قوه غامضه جدا وقويه بتخليه يغمى عليه. وبيكون اللي عمل كده هو المدرس. فبيسال ويليام لو كان خلص على الشيطان، فبيرد عليه ستري وبيقول له ده هو تابع الشيطان اساسا. بيهجم ستري على المدرس ولكنه بيستعمل تعويذه بيصد بها الهجوم بتاعه، وبيرد له الهجوم باقوى بكتير وبيخلي ستري يقع مهزوم. في الوقت ده بيوصل دانتي للمكان وبيعمل حاجز حواليهم وبيرحب به الكاهن وبيقول له اهلا بيك ايها الدوق العظيم. فبيسال ويليام دانتي ليه الشياطين بتشتغل مع الكاهن، ولكن دانتي مش بيلحق يرد وبيهجم الكاهن على دانتي، بس بيتفادى الهجوم بتاعه بكل سهوله. بيقرب منه وبيضربه ضربه قويه جدا بتخليه ينزل دم من جسمه وبيمسكه بيكون خلاص هيقتله، بس بيجي ويليام وبيأمره بالتوقف فبيرمي الكاهن على الارض. ولكنه اول لما بينزل على الارض بيختفي. فبيقول له دانتي اوعى تثق فيهم مره تانية، وبيكون عايز يختاره، بس الاهم بالنسبه له هو حمايته علشان ده هو سول. فبيمشي ويليام بعدها من غير ولا كلمه، وتاني يوم بيقدم لهم المدير الكاهن الجديد لحد ما الكاهن القديم يخف على اساس ان هو كان تعبان وكده. المفاجاه بقى ان الكاهن ده بيكون هو الخادم بتاع عائله ويليام. وتاني يوم بيروحوا بيكونوا قاعدين بياكلوا مع بعض وقت الغداء، بس بيسيبهم ويليام وبيروح علشان يشوف الدرجات بتاعته. وكالعاده بيكون ويليام الاول على المدرسه وهو ده المتوقع، وبيسال صاحبه ايزك هو انت هتفضل لحد امتى كده في المركز الاخير ده اشمل يا عم ويليام. فبيقول له ان مش فارق معاه حاجه، اهم حاجه انه ينجح. وفي الوقت ده بيجي المدير عند ويليام وبيطلب منه ان هو يتكلم معاه. بنشوفهم بعد كده بعد ما دخلوا غرفه ضخمه وكل الاكل اللي فيها هناك فاخر، وبيقول له رئيس الطلبه انه عايز يستشيره في حاجه وعايز يبني مبنى جديد. بيكمل كلامه بيقول له هنحطم الطاحونه اللي خلف البيت وهنبني مكانها فصل جديد وكل حاجه جاهزه خلاص. فبيساله ويليام امال انت عايز مني ايه؟ فبيرد عليه المدير وبيقول له ان الفتره الاخيره كان فيها اصوات مزعجه بتظهر في المنطقه هناك بالليل، وممنوع الطلاب ان هم يخرجوا، وده هيضر سمعه المدرسه عاجلا ام اجلا. وبيطلب من ويليام ان يساعده في اكتشاف من صاحب الاصوات دي. فبيقول له ويليام وانا مالي بالموضوع ده. فبيقول له مدير الفصل انه جاي يكلمه هو مخصوص علشان صاحب المدرسه والرئيس بتاعها هيجي يشوف كل حاجه بنفسه، ولو شاف مساعدته ممكن يعفيه من التكاليف. وهنا بتلمع عين ويليام لما بيعرف انه مش هيدفع تكاليف المدرسه تاني، وبيوافق على طلب المدير بتاع الفصل على طول، وساعتها بيسيبه وبيمشي. بيقول له دور انت بنفسك بقى. فبيقول له ده انت ده غفلك وخلاك تعمل شغل يا مغفل. فانا بيتعصب ويليام جدا. بيقعد ويليام يشتمه وبيقول له ده انت اسمك الدق العظيم لكنك مجرد شيطان ملوش اي لازمه. فده انت بيقول له ما انا قلت لك ان انا هدفع لك تكليف المدرسه، انت ليه مصر تتعب نفسك على الفاضي؟ ساعتها بيقوم ويليام وبيقول له انا مش عايز اكون مديون لحد فيكم في حاجه. وهنا بيقوم دانتي وبيقول له اوعى تفكر انك تختار حد غيري بس. ساعتها بيقول له ويليام انا مش هختار حد ولا هختارك انت اساسا. فبيتضايق دانتي منه جدا. بيعدي الوقت وبيقعد ويليام يخطط علشان يعرف مين اللي بيخرب المكان وبيعمل الاصوات المزعجه دي بالليل، وبيحاول يرسم خطه ولكن بيصدع من كتر التفكير. بيقول انا ابن اشهر عائله في المدينه يحصل لي كده، بس فجاه بيظهر ستري من وراه وبيقول له انا هنضم لكم في الرحله دي. فبيرد عليه ويليام وبيقول له هو انت شايفنا بنلعب؟ ولكن ستري بيقنعه. وبعدها بيروح ويليام وستري وايزك علشان يدوروا في الغابه. بيكون ايزك مرعوب وبيقول له انا متاكد ان اللي بيعمل الاصوات دي شبح. فبيرد عليه ويليام وبيقول له طب ممكن يطلع شيطان. فبيرد ايزك وبيقول له الاشباح بتخوف
بيخوف اكتر من الشياطين، فبيسخر منه ويليام بسبب جبنه وبيقول له مفيش حاجه اسمها اشباح والحاجات دي اصلا، الحاجات دي كلها بتبقى هلاوس انت عاملها في دماغك، عقلك هو اللي بيخيلها لك وبس. فبيقول له ايزاك طب ما انت فضلت تقول كده على الشياطين وطلعوا حقيقيين في الاخر. بيرد عليه ويليام وبيقول له ان اجسام الشياطين بتكون مكونه من الخلايا، وده معناه ان مفيش حاجه اسمها شياطين والكلام ده. بس فجاه بيسمع صوت غريب وبيترعب ايزاك اكتر ما هو مرعوب، بس بيجري ويليام وستري على مصدر الصوت علشان يلحقوه قبل ما يهرب. بيسيبوا ايزاك لوحده طبعا وبيخافوا بيطلع يجري وراهم، وبيكون مصدر الصوت جاي من الطاحونه المهجوره. فبيقول ويليام ان مدير الفصل قال له ان هم هيهدموها ومش عارف هم ليه اتاخروا، ولكن بعد تدوير وتدوير وتدوير في المكان مش بيلاقوا اي حاجه. بنسيبهم بقى وبنروح لدانتي اللي بيكون رايح مكان غريب وبيقابل بنت صغيره وبتكون متعصبه منه جدا علشان مش بيسال عليها، بس بيسيبها وبيروح يدور على واحده اسمها اشرا ودي السيده بتاعته، ولما بيشوفها بينحني ليها وبيناديها بسيدتي. فبتقول له يتكلم معاها بشكل طبيعي وبتساله عن المرشح الثالث للاختيار، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو مش بيطيقه، فبتقول له كنت عارفه ده. وهنا دانتي بيكون بيتكلم عن جيل، فبتقول ان هو لازم يتعامل معاه بحرص شديد ويتوقع منه اي حاجه لانه شخص تابع لبول. بيقول لها ان عندها حق، ده غير ان هم متحمسين للفوز بالعرش زينا، فبتقول له دول علشان واثقين من قوتهم، ده غير ان جيل اعلى منك انت وستري في المرتبه. فبيرد عليها وبيقول لها علشان نسله مش كده، فبتقول له ايوه. بتكمل وبتقول له الخطر مش هنا وبس، لا وكمان في واحد من المرشحين اقوى منك بكتير وانت لازم تتعامل معاه كويس جدا. بعدها بنروح لويليام اللي بيقول فاضل اقل من اسبوع على وصول الرئيس، وعشان كده لازم نخلص الموضوع ده في اقرب وقت، بس بيقطعوا ايزاك بيجيب توم وبيحطه على ويليام اللي بيكون مستغرب من اللي بيعمله، فبيقول له ايزاك ده علشان يمنع الاشباح من الاقتراب، وده غير انه قرر انه هينام معاه في الغرفه علشان خايف ينام لوحده. فهنا بيتعصب ويليام بسبب اللي بيعمله، بس ايزاك بيتجاهله وبيروح ينام على سريره. ويليام ما بيكونش عنده اي خيار تاني غير انه يوافق، وبعد ما بينام وبيصحى ويليام على صوت شخير ايزاك اللي بيخليه مش عارف ينام وبيقوم يزعق له، ولكن فجاه بيسمع صوت الشبح. بيروح يصحى ايزاك وبياخده بسرعه وبينزلوا علشان يشوفوا حوار الشبح ده، وبيوصلوا لمصدر الصوت واللي بيكون من نفس الطحونه بتاعه المره اللي فاتت. وكالعاده بيكون ايزاك مرعوب وبيقول ان اكيد شبح، بس بيرفض ويليام الفكره وبيقول انه ممكن يكون طالب متضايق وبيحاول ينشر اشاعات او حد بيعمل مقلب سخيف. وفجاه بيظهر كائن غريب قدامهم وايزاك بيصوت من الخوف وبيرمي عليه توم، ولكن الكائن ده بيتفادى كل ضرباته وبيروح يستخبى في حطام الطاحونه. بيكون ستر حاسس بالشفقه عليهم وبيطلب ويليام من الشبح انه يخرج، وفعلا بيخرج بس بيكون شكله غلبان جدا وبيسال ويليام عن اسمه، فبيرد عليه بكلام مش مفهوم. وبعد وقت طويل من الكلام معاه بيفهم ويليام انه كان ساكن في الطاحونه من سنين كتير وكان شغال فيها بيطحن الحبوب، بس الطاحونه وقفت، واضافه على كده هيهدوا الطاحونه، وعشان كده كان بيعمل دوشه واصوات غريبه علشان يخليهم ما يهدوش الطاحونه ويبعدوا عنها. فبيقول له ايزاك ان خلاص قرار الازاله تم وكلها ايام والطاحونه هتتهدم. وهنا بيعيط الشبح اللي لا شبح ولا بتاع ومجرد كائن مسالم اسمه الكيل. فبيقول له ويليام انه يشوف له مكان تاني، بس بيرفض الكيل تماما. وهنا بيتدخل ستري وبيقول له ان الطريقه دي مش هتجيب معاه نتيجه، وبيقول لهم انه يعرف الكائن ده ولو اتساب كده من غير ما يشتغل هيموت. وهنا بيفكر ويليام لحل لحد ما بيوصل لفكره انه يوديه لطاحونه تانيه شغاله. بيعدي الوقت وبيجي اليوم اللي الرئيس هيجي فيه، وبيكون ويليام لها حل للكيل بانه بعته للهند، وهناك هيلاقي جميع انواع التوابل اللي ممكن يطحنها، وبكده يكون لها حل للمشكله. وبيجي الرئيس في الوقت ده وبيفرح ويليام جدا بسبب ان خطته نجحت، بس المفاجاه ان الرئيس بيروح لايزاك مش لويليام وبيوعده انه هيعمل له كل حاجه. طبعا ويليام بيبقى في حاله صدمه ومش عارف يعمل ايه. وبيعدي الوقت وبنروح لليوم اللي بعده وبنشوف ستري ودانتي وهم بيتخانقوا على ويليام علشان يختارهم يكونوا الامبراطور، بس بيوقفهم عن اللي بيعملوه. وفي الوقت ده بيكون كيفن الخادم بتاع عائله ويليام معدي، ويليام بينادى عليه ولكنه بيتجاهله. بيكون دانتي حاسس بحاجه غلط من ناحيه كيفن، وبعدها بنروح لويليام اللي بيبقى قاعد يفكر في اللي كيفن عمله وتجاهله ليه. ساعتها بيجي ايزاك وبيقول له طب ما تدعي لي يوم العائلات اللي هيتعمل قريب. فبيفكر ويليام فعلا في الفكره دي. بالفعل بيجي يوم العائلات اللي بتتجمع في كل عائلات الطلاب، وطبعا علشان ويليام يتيم الام والاب ما حدش بيجي له، حتى عمه هو كمان مش بيجي. وبيجي سولو يقف معاه وبيقول له انه هيغيب النهارده. فبيستغرب ويليام وبيقول له انت من اكتر الطلاب المنتظمين، ليه هتعمل كده؟ فبيرد عليه سولو بيقول له ان ابوه جه علشان يشوفه ويخليه ينضم المدرسه العسكريه بدل المدرسه العاديه، وعشان كده مش عايز يقابله، علشان كده هيختفي الفتره اللي ابوه هيجي فيها. وبيطلب من ويليام انه لو سأل عنه يقول له ما يعرفش، فبيوافق ويليام على طلبه. وبيفتكر ويليام كيفن لما كان بيساعده وهو صغير، وبيكون كيفن بالنسبه له العائله اللي هو فقدها. في الوقت ده بيوصل ابو سولو وبيسال ويليام لو كان شاف سولو علشان عايز يقول له حاجه، بس ويليام بيقول له ان هو ما شافوش النهارده خالص. بيحاول ويليام يغير الموضوع وبيساله لو كان تعرف من الحادثه اللي عملها قريب، وبيكون عمل حادثه وقع من فوق تل عالي ونجا منها بمعجزه. فبيقول له ايوه تعافيته، بتكون طريقه الراجل ده غريبه شويه في التعامل، وبيعزمه على الغداء. ولكن فجاه بيدخل كيفن وبينادى على ويليام وبيطلب منه انه يتكلم معاه على انفراد. وهنا بيسال ابو سولو هو مين، فبيرد عليه وبيقول له ان هو يبقى الكاهن الخاص بالمدرسه. اول لما بيسمع كده بيتوتر شويه وبيقول لويليام خليها مره تانية، وبيمشي على طول. وبيكون واضح ان هو مخبي حاجه. بيستغرب ويليام من ردة فعله الغريبه دي، وبيجي يتكلم مع كيفن بيلاقيه اختفى من قدامه. وبيكون دينتي شايف اللي بيحصل هو وستري، فبيقول له ستري من قوانين الشياطين ان ما ينفعش يتدخلوا في امور بعض، وبيطلب منه انه ما يتدخلش في اي حاجه بيعملها علشان ما يتاذاش. وعند كيفن اللي بيطلب من شخص شبهه بالظبط انه يراقب ويليام ويحميه من اي خطر بداله علشان هو مشغول الفتره دي جدا. بيجي وقت النوم وبيروح ويليام علشان ينام، بس بيجي له سولو فجاه وبيطلب منه انه يجي معاه الحفله اللي هيعملها بكره بمناسبه تعافي ابوه. بيفكر ويليام في الموضوع وبيقول ابو سولو شخص مش عادي، لا ده عقيد في الجيش، واكيد الحفله دي هيحضرها كبار الشخصيات في المجتمع، واللي هتكون فرصه ممتازه علشان اتعرف على ناس مهمين. بيوافق على طلب سولو. وفي الوقت ده بنشوف دانتي وستري وهم
بيراقبوا ويليام وبيقولوا ان الوضع كده هيتحول لمشكله كبيره. بيجي اليوم اللي بعده بنروح لويليام اللي بيكون في طريق البيت سولو وبيروح مع دانتي وستري، وده اللي بيعصبه جدا. بيسالهم هم بيعملوا ايه هنا، فبيقولوا له ان سولو هو اللي دعاهم للحفله، فما بيعديش كتير وبيوصل ويليام لبيت سولو. بيستقبل ابوه، بتبدا الحفله على طول اللي بتكون مليانه بناس من كبار الشخصيات زي ما ويليام متوقع بالظبط. وبيجي له سولو وبيشكره ان جه الحفله فعلا. بيقول ويليام لنفسه انه لازم يقرب من العقيد لانه هيستفاد جامد من العلاقات اللي معاه، وبيضحك ضحكه شريره كده. وعند كيفن اللي بيكون ماشي فبيقابل مدير الفصل وبيقعدوا الاثنين جنب بعض من غير ما ينطقوا ولا كلمه واحده. بيبقى واضح ان في حاجه ما بين الاثنين دول مش مريحانا انا شخصيا، بس هي ايه الله اعلم. بنرجع تاني لويليام اللي بيقول لسولو ان ابوه اتغير جدا من ساعه الحادثه وحاسس ان في حاجه مش مظبوطه. بتيجي ام سولو بتاخده علشان تعرفه على ناس وبيستاذن من ويليام، وفي الوقت ده بيجي الشخص اللي طلب منه كيفن انه يحمي ويليام في غيابه، واللي بيكون شغال تبع طاقم الحفله وبيقدم لويليام مشروب. واول لما ويليام بيشوفه بيحسبه كيفن، بس بيركز وبيعرف ان مش هو فبيعتذر له. فبيقول له الشخص ده ان شكله تعبان جدا وبياخده للطابق اللي تحته بيطلب منه يستريح في الغرفه. وفعلا ويليام بيكون تعبان جدا وبيروح في النوم على طول. بيصحى فجاه على صوت حد في الغرفه وبيكون ابو سولو هو واشخاص تانيين قاعدين بيتكلموا وبيكونوا بيخططوا يعملوا فتنه ما بين الشعب، وده هيؤدي للحرب اللي هم عايزينها. بيتكلم واحد منهم وبيقول ان كل حاجه جاهزه مش ناقصهم والروح سول، واللي هو الاسم اللي الشياطين بينادوا بيه بطلنا. فبيتكلم ابو سولو بيقول له مش ناقصنا حاجه، وبينادي على ويليام وبيقول له صباح الخير يا سول المختار. وفجاه الشياطين بتتحول كلها من حواليه بيهجموا عليه، ولكن في اخر لحظه بيظهر دانتو بيصد الهجوم وبيخلص على كل الاتباع بضربه واحده، وبيقول انا ما كنتش متخيل انك هتظهري بالسرعه دي يا ايجوس. وفجاه بيتغير شكل ابو سولو، بيخرج شيطانه اسمها ايجوس وبتكون متحكمه في جثته وبتقول لدانتي انت ايه اللي خلاك تتدخل، هو انت مش عارف القوانين؟ فبيرد دانتو بيقول لها ان هو ما اتدخلش، هو بس بيحمي سيده. فبتكمل ايجوس وبتقول له هو انت شكلك ناس انا مين. وبتبقى دي الشيطانه من اقوى 60 شيطان في الجحيم، وحاليا بتبقى تبع البول وبتستعد علشان تهجم عليه، بس هنا بيتدخل سولو على الصوت. ايجوس بتتحول لشكل ابوه مره ثانيه، ولكن سولو بيكون شاف كل حاجه وبيجي المكان ستري وبيقول ان ده مش ابوك وده الشيطان. سولو من الصدمه ما بيكونش مصدق اللي بيتقال، بس بيكمل ستري وبيقول له ان ابوه مات من زمان من ساعه الحدث اللي حصل، والشيطان ده اتحكم في جثته. وبينزل الكلام على سولو زي الصاعقه. فبترجع ايجوس لشكلها الحقيقي بعد ما كشفت خداعتها خلاص، وبتغير خطتها وبتهجم على سولو وبتعلقه. فبيجري ويليام علشان يلحقه، بس ستري بيوقفه، بيقول له انه مش هيقدر يعمل لها حاجه وممكن يموت فيها، والقانون بيمنعهم من التدخل في شؤون بعض. بس بتغرس ايجوس ايديها في بطن سولو، بيبقى ويليام عايز يلحقه بس ستري بيوقفه علشان ما يحصلش حاجه. وفجاه بيقول دانت انه هيساعده وهيكسر القانون ده، وبيبقوا عارفين انه لو عمل كده ده هيفرض عليه عقوبه شديده، بس مش بيفرق معاه. ولكن علشان يعمل كده بيطلب من ويليام انه يختاره دلوقتي. ويليام بيتحط في موقف وحش جدا، يا اما يتنزل عن مبادئه اللي بتمنعه يعترف بالشياطين، يا اما يخسر اعز صديق ليه. ويليام ما بيكونش عارف يعمل ايه، بس فجاه بيوصل المكان الحارس اللي حطه كيفن علشان يحمي ويليام، وبيستعمل قوه الكاهن وبيحرق ايجوس. بتقع على الارض من الالم وبتسيب سولو، واول لما بتلاقي نفسها تتهزم بتهرب على طول من المكان. بنروح لتاني يوم، ويليام بيكون رايح للكنيسه علشان يكلم كيفن ويفهم منه كل حاجه. واول لما بيدخل بيستقبله كيفن، ولكن ويليام بيدخل في الموضوع على طول. بيقول له انت كنت هتسيب العائله بتاعتي علشان تبقى كاهن، وبيقول له لو عايز تعمل كده فاعمل، انا ما عنديش مشكله. كيفن بيبقى مستغرب من اللي قاله وهو مصدوم، بيقول له انت كده بتطردني. فبيرد عليه ويليام وبيقول له هو مش ده اللي انت عايزه. فبيقول له كيفن ان ده مجرد شغل، وهنا بيمسكه ويليام وبيقول له طالما كده ليه كنت بتتجاهلني. وبيقول له انت بتعمل كده بسبب اني بقيت فقير ومش هعرف ادفع الراتب بتاعك مش كده. وفجاه بتقع من كيفن شويه اوراق اللي بيخاف جدا ان ويليام يشوفها، ولكن ويليام بيمسكها وبيقراها، واللي بتكون عباره عن ورق مراهنات. فبيقول له كيفن ان مسموح في المدارس للموظفين ان هم يراهنوا على الطلاب في الالعاب الرياضيه، وكان بيتجاهل ويليام بسبب انه لو عرف ده هيزعله. هنا بيتعصب ويليام جدا من انه كان بيتجاهله بسبب الموضوع التافه ده، مش بس بيزعله لا ده بيضربه كمان. بعدها بيخرج من الكنيسه وبيكون كل اللي حصل ده لعبه من كيفن اصلا علشان ما يشكش فيه ويعرف يحميه من الشياطين براحته. بيجي اليوم اللي بعده بنشوف الطلاب هما بيستعدوا علشان هتقام مسرحيه قريب جدا وهيقدم فيها معظم الطلاب، وبيكون كيفن بيدرب ويليام على دوره. بيعدي الوقت في التدريب وبيخرج ويليام علشان يروح يتمشى شويه، ولكن قبل ما بيمشي بينده عليه كيفن، بيقول له ان في حشر على ظهره، بمجرد ما بيلمسه بيحط تعويذه على ظهر ويليام من اللمسه دي، وبيمشي ويليام من غير ما يحس بحاجه. اول لما بيوصل ويليام للسكن بيقابل سولو هناك، واللي بيقول له ان دانتي وستري اخدوا اجازه بسبب حاجه مهمه، فبيفرح ويليام جدا من الخبر ده. بعد كده بنروح لدانتي اللي بيكون في تجمع بيضم كل الزعماء، وبيدخل الزعماء كلهم القاعه مع الاتباع بتوعهم، وفجاه بيجي خفاش من الخفافيش بتاعه دانتي وبيقول له ان ويليام في خطر. بنروح لويليام اللي بيكون واقف يشم هوا، بيجي له ايزاك وبيساله ماله، ولكن فجاه بتظهر سحابه سودا شكلها غريب قدامه، وويليام اول لما بيشوفها بيطلع يجري على طول. كيفن في الوقت ده بيحس بطاقه قويه جدا، وبنرجع تاني لويليام اللي بيخرج علشان يشوف ايه اللي بيحصل بره، وهناك بيلاقي ان حجم السحابه عمال يزيد عن الاول، بيخرج منها شياطين. فبيقول ويليام ان ده مش حقيقي وبيمشي، ولكن قبل ما يتحرك احد الشياطين بيهجم عليه، ولكن بيظهر ستري وبيصد الهجوم. بيستغرب ويليام وبيساله بيعمل ايه هنا ومش رجع للجحيم، فبيرد عليه ستري وبيقول له انه رجع مره تانية علشان يحميه، وبيقول له اختارني علشان احميك دلوقتي. فبيقول له ويليام ان مش هو اللي اسمه سول بتاعهم ده ولا هو المختار، وكل ده عباره عن وهم. ولكن في اللحظه دي بيهجم وحش على ستري وبينجح ان هو يصيبه، وبيقع على الارض من الضربه. بيروح ويليام علشان يساعده في الوقت ده، وعند تجمع الزعماء بيتكلم واحد منهم واللي يبقى سيد ستري وعمه في نفس الوقت، وبيقول ان في حشد من الشياطين راح علشان يستقبل ويليام، لكن بتقطعه السيده بتاعه دانتي وبتقول ان هم مش رايحين يستقبلوه ولا حاجه، دول رايحين يقتلوه. وبتكون خطه سيد ستري ان هم يقتلوا
يقتلوا ويليام وياخدوا روحه. بنرجع تاني عند ويليام اللي بيهجم عليه احد الوحوش، بس بيجي دانتي في اخر لحظه وبيقتله وبيقول لويليام انا حذرتك قبل كده، الوضع هيكون اسوء بكتير وده ولا حاجه في اللي جاي. فبيسال ويليام هي ليه الشياطين دول بيهجموا والباقي لا؟ فبيقول له انا قلت لك قبل كده ان مش كل الشياطين هتكون عايزاك تعيش. بيستخدم دانتي قوته وبيبدا يقاتل في الوحوش، وبيقول ستري انه مستواهم ضعيف بس المشكله ان عددهم كبير جدا. في الوقت ده بيكون كيفن بيشوف كل اللي بيحصل وبيهجم واحد من الشياطين على ويليام، ولكن الخاتم اللي على ظهره بيحميه وبيمحيه حرفيا. بيتجه بعدها ناحيه دانتي وبيحاول يموته، بس دانتي بيقاوم بكل قوته وبينجح بصعوبه شديده انه يهزم الختم وقوته بتزيد جدا. وفجاه بيهجم على ويليام بيخنقه جامد، ودانتي ما بيكونش في وعي ولكن بيستعيد رشده في اخر لحظه. وفجاه بيجي الشيطان تبع لواحد من الزعماء زي دانتي وستري، بيأمر الشيطان ده السحابه ان هي تمشي او هيقاتلها بنفسه، والمفاجاه ان هي بتمشي فعلا وبيختفي الشياطين معاها. بيقول ايزاك لويليام ان الشياطين اختفوا اخيرا، ولكن كعاده ويليام بيقول ان هم عباره عن وهم مش اكتر، ولحد دلوقتي بيكون مش معترف بيهم نهائي، رغم ان ابن العبيط ده كان لسه هيموت على ايدهم من شويه، ولكنه بيتجاهل الكل وبيمشي. بيقول لهم روحوا ناموا يلا الوقت اتاخر، وبيكون دانتي زعلان جدا بسبب اللي هو عمله معاه. وعند الزعماء الاجتماع بيكون خلص وكله مشي، بس بيجي سيد ستري وسيد دانتي وسيد الشيطان اللي ظهر وخلى السحابه تختفي وبيقعدوا مع بعض. ما بنعرفش هم بيقولوا ايه، بس بنرجع لويليام تاني واللي بيكون جه وقت اداء المسرحيه، وبيقدم دانتي وستري وويليام المسرحيه، وكالعاده بيتخانق دانتي وستري على ويليام وبيبوظوا المسرحيه كلها. بيجي اليوم اللي بعده بيروح ايزاك لويليام وبيطلب منه ان هو يساعده في الدراسه بسبب ان الاختبارات النهائيه قربت ومش عايز يجيب درجات وحشه زي كل مره، لكن ويليام بيرفض وبيقول له اعتمد على نفسك. فبيرد على ايزاك وبيقول له اظن ان انت مش هتبقى الاول زي كل مره المره دي يا ويليام. فبيستغرب ويليام من كلامه وبيساله ليه بيقول كده، فبيقول له ده بسبب الطالب الجديد اللي في اخر امتحان كان اقل منك ب3 درجات وبس. وفي اللحظه دي بيقوم الطالب الجديد واللي اسمه اليونت وبيروح لويليام وبيسلم عليه وبيقول له انه هياخد منه لقب الاول على المدرسه المره اللي جايه. بيتحداه، وهنا بيكون ويليام في اشد مراحل العصبيه بسبب انه بيتحداه في ملعبه، وبيقوم ياخد ايزاك وبيقول له تعالى نذاكر يلا. فبيستغرب ايزاك وبيقول له انا ماليش دعوه، بس ويليام بيقول له انه مش عايز بس يبقى الاول المره دي، لا ده انا هخليك انت كمان الثاني يا ايزاك. بيعدي الوقت وبيكون ويليام بيدرس بجهد وبيروح المكتبه علشان يذاكر هناك، بس المفاجاه ان بيلاقي اليونت موجود. بياخد ويليام وبيطلعوا يتكلموا بره، وبيكون كيفن واقف يشاهد كل اللي بيحصل ده وبيكون قلقان من حاجه. بيتكلم اليونت مع ويليام وهما بيتمشوا وبيقول له انا عندي استعداد اضحي باي حاجه طالما هوصل للي عايزه، وبيسال ويليام هيعمل ايه علشان يوصل للحاجه اللي هو عايزها، ولكن ويليام مش بيرد على سؤاله وبيتمشوا الاثنين من غير كلام. كيفن لسه واقف بيتفرج على كل اللي بيحصل ده، وبيجي يوم النتيجه بتاعه الاختبار التجريبي وبيفرح جدا ويليام لما بياخدها وبيكون واثق من نفسه قوي، بس المفاجاه انها بتكون اقل من المره اللي فاتت. بيخرج وهو متضايق جدا، بس بيجي له دانتي وبيساله عن الواد الجديد وبيقول له ان هو مش شيطان بس عنده قوه كبيره جدا، ولكن بيسيبه ويليام وبيمشي ومش بيرد عليه خالص. بيجي يوم الاختبار النهائي وبيكون في واحد من الطلاب كاتب الاجابات على الديسك، وهنا بيضحك اليونت اللي بيكون شايفه بسبب ان هو اعلى منه، وبيستخدم قوته بين الاجابات بتاعه الواد اللي مكتوبه عنده دي على الديسك بتاع ويليام. فجاه بيجي المعلم وبيشوف كل الاجابات محطوطه على ديسك ويليام وبيقول له انه هينتقل لغرفه العقاب وهيتم معاقبته بشكل خاص. بيمر الوقت وبنروح لويليام اللي بيكون قاعد في غرفه العقاب ومش مصدق اللي حصل له، بس بيجي ايزاك هو رئيس الفصل وبيقول له ايزاك انه معاه اداه سحريه هيكتشف بيها مين اللي عمل كده. بيسيبه وبيمشي على طول، وبيسال رئيس الفصل ويليام بيقول له انت شاكك في مين اللي ممكن يكون عمل كده، وبيكون رئيس الفصل متاكد ان ويليام مش ممكن يكون اللي بيغش. بيجي الليل وبيكون ويليام لسه قاعد في غرفه العقاب، وفجاه بيجي له اليونت وبيقول له انا ما كنتش اعرف انك بتغش، بس ويليام بيقول له انا ما كنتش بغش ولا حاجه. فبيرد عليه ويليام وبيقول له انا ممكن اساعدك، انا اصلا عارف مين اللي عمل كده. فبيقول له اليونت انا هعمل كده وهشهد معاك بس بشرط واحد، وهو سؤال هساله لك، ايه هو المصير اللي انت عايزه فعلا يا ويليام؟ بيقول له ويليام انه عايز يكون واحد من نخبه المجتمع، وهنا بيتعصب اليونت جدا وبيقول له انا بسالك عن الفجور مش العداله، بس بيهدي نفسه بيقول له مثلا لو لقيت الكاهن كيفن ورئيس الفصل متعلقين في الهويه وانت المفروض تنقذ واحد منهم بس هتعمل ايه؟ بس فجاه بيجي الكاهن كيفن وبيقول له ما ينفعش حد يقرب من غرفه العقاب. بيبصوا الاثنين لبعض نظرات وراها حاجات كتير جدا، وبيعتذر اليونت من الكاهن وبيمشي. وبيجي بعدها تاني يوم وده وقت محاكمه اليون بسبب سلوكه قدام الطلاب كلهم. بيسال المدير ويليام لو بيعترف باللي عمله، ولكن ويليام بينفي ده تماما وبيقول له انه مش هو اللي عمل كده. فبيسالوا المدير سؤال غريب جدا وبيقول له تختار الشياطين ولا الجنيات، وفجاه الاداه السحريه اللي مع ايزاك بتنور وبينتقل هو ويليام لمكان غريب. بيسال ويليام انت عملت ايه بالظبط، فبيقول له ايزاك وهو خايف انا بس طلبت من الاداه ان هي تساعدك. هنا بيجي اليوت وبياخد الاداه السحريه من ايزاك وبيكسرها وبيقول لويليام انت محتاج تزود سرعه ادراكك للحياه شويه، بس فجاه بيجي المكان ستر وبيضربه ضربه قويه جدا، بس المفاجاه انه بيقدر يتصدى لها بكل سهوله بتطلع اجنحه لاليوت وبيقول ستر زي ما كنت متوقع انت جني. هنا ويليام بيبقى مصدوم ومش فاهم اي حاجه، وبيطلع اليوت سيف شكله قوي جدا وبيروح يمسك ويليام من رقبته. بيهجم عليه ستر ولكن بيصد ضرباته بكل سهوله، وخارج العالم اللي هم فيه ده بيكون الزمن واقف داخل الحاجز اللي معمول، وخارج الحاجز بيكون كيفن بيحاول يدخل ولكن مش بيعرف. وفجاه بيجي شخص شكله غريب كده، ولكن بنرجع لويليام تاني اللي بيهجم عليه اليونت، بس في اخر لحظه بيوصل دانتي وبيصد الهجوم وبيبدا الاثنين ان هم يهاجموا على بعض بقوه جباره. بينجح دانتي انه يصيبه وبيوقعه على الارض وبيجهز هجوم قوي جدا، بس قبل ما يهجم عليه فجاه بيجي كيفن وبيحمي اليونت. دانتي بيقول له انه مش عايز يقتله وبيطلب منه يبعد او هيكشف هويته قدام الكل، بس قبل ما يجاوب بيقوم اليونت وبيقول له انه هيجي تاني وبعدين بيختفي. اول لما بيعمل كده كل حاجه بترجع زي ما كانت، وبيجي رئيس الفصل وبيكون جايب معاه 2 من الطلاب
وبيقول للقاضي ان هم اللي كتبوا الاجابات عند ويليام. بيعترف الطلاب ان هم اللي عملوا كده فعلا، وبيقول ويليام ان مستحيل يعمل حاجه زي دي بسبب ان هو فخور بذكائه، وده غير ان هو الاول على المدرسه، مش هيخاطر بمستقبله يعني مقابل شويه اجابات ملهاش اي لازمه. وبتتشال العقوبه من على ويليام بعد ما بيعترف الطلاب ان هم اللي عملوا كده. بعدها بنروح لويليام اللي بيكون قاعد مع نفسه في الغابه، وبنعرف ان هو وصل للمركز الاول بفرق كبير عن المركز الثاني، وبيكون فرحان جدا انه كسب التحدي. وبنروح عند سيدة دانت اللي بنعرف منها ان شخصيته كانسان بتتلاشى وهيجي الجحيم قريب، وبتقول ان هي هتحميه لما يوصل للجحيم بنفسها. عند إليوت بيكون بيتكلم مع شخصه وبيقول ان الشياطين والبشر واقفين في طريقه وعشان كده لازم يغيروا خطتهم. بنرجع لويليام اللي بيجي الغرفه بتاعه كيفن علشان يطلب منه حاجه، واول لما بيدخل بيلاقي صندوق غريب قدامه، بيفتحه بيلاقي محطوط جواه خاتم شكله مختلف. بيتعرف على الخاتم ده وبيقول الخاتم ده بتاع والدي وايه اللي جابه هنا، فبيدخل عليه كيفن بس بيخبي ويليام الخاتم بسرعه قبل ما يشوفه. بيطلب ويليام من كيفن فلوس بسبب دراسته، ولكن كيفن بيقول له انه معهوش فلوس بسبب ان خسرهم كلهم في الرهانات. فبيتعصب منه ويليام ان هو لسه بيقامر، وهنا بيغير كيفن الموضوع وبيروح يعمل شاي قبل ما يتضرب. بيقول ويليام مع نفسه من امتى وكيفن بقى كده، وبيفتكر يوم وفاه امه وابوه رغم انه كان طفل ساعتها الا انه ما نزلش دمعه واحده. بيقول ان كانت معامله كيفن احسن من كده بكتير، وبيفتكر ان هو الوحيد اللي واقف جنبه من ساعتها وهو اكتر شخص بيثق فيه. بيقطع تفكيره ده صوت حاجه بتتكسر، وبيروح لكيفن اللي بيكون كسر كوبايه الشاي وهو بيعملها، فبيطمن عليه ويليام لو حصل له حاجه، بس بيطمنه كيفن. بيطلب منه كيفن انه يروح دلوقتي علشان الوقت اتاخر، وبيخرج ويليام فعلا وبيقابل في وشه دانت وستري والشيطان الثالث واللي بيندعوا على ويليام. بنرجع تاني لكيفن واللي بيجي له إليوت وبيقول له انت ليه خليته تمشي وليه خليته ياخد الخاتم من الاساس، بس كيفن مش بيرد عليه. بنروح لويليام اللي بيقول له دانت احنا هنرجع للجحيم تاني بسبب مشكله طريقه، وبيطلب منه يخلي باله من نفسه لانه هيفضل لوحده فتره. بيتعصب ويليام جدا لانه بيتعامل منهم كطفل، وبيطلب منهم يمشوا وفعلا بيمشوا على طول. بيقول ويليام في نفسه انا مالي بيهم، انا كل اللي شاغلني هي تكاليف المدرسه وازاي هجيبها. وعند كيفن اللي بيقول له إليوت ان هو هيغزو الجحيم وعشان كده بعت اقوى جنوده، وبيتصدم كيفن لما بيسمع كده. بيقول له قصدك انك بعت سان؟ بيقول له بالظبط كده، وبيطلب منه يخلي ويليام لعبه في ايديه ولو فشل المره ده هياخد منه الجناح الاخير اللي عنده. بيفتكر كيفن لما كان بيحارب شخص غريب وبيقعد يضرب عليه اسهم، وبيقول له انت ليه عملت كده؟ انا طلبت منك انك تقتل الشياطين، ليه ما قتلتهمش؟ انت نسيت ان انا اللي اديتك القوه دي. وبيكون الخاتم اللي ويليام لقاه في بيت كيفن موجود في ايد الشخص ده، وبيقول له الغريب ان انت كمان غلطت كتير، ليه ما قتلكش زي ما انت عايز نقتلهم بسبب غلط بسيط. بيتعصب كيفن جدا وبيهجم عليه بمجموعه كبيره من الاسهم، وبيضحك الراجل الغريب ده وفي اخر ابتسامه ليه بنروح لدانت اللي بيتكلم مع الشيطان الثاني وبيقول له الجميع خرجوا مش عارف ليه. فبيرد عليه الشيطان وبيقول له علشان يستفيدوا اكتر استفاده. فبيقول له دانت حتى لو كده ليه بيهجموا بتهور؟ انا عندي احساس ان في حاجه وحشه هتحصل. بيكمل وبيقول له انه هيرجع لويليام مره ثانيه، بس فجاه بيجي ستري وبيقول لهم ان جيش إليوت رجع من جديد، وبيتفاجئوا هما الاثنين. بيقولوا احنا مش طردناهم، وفجاه بتوصل واحده غريبه وبتقول لهم اهلا بكم بقالنا كتير ما تقابلناش. بيقول ستري في الوقت ده بعتوا اكتر واحده معروفه بكراهيتها علشان الحرب، وهما بيفكروا ازاي. بتهجم عليهم البنت دي بقوه كبيره جدا. وبنرجع تاني لويليام اللي بيكون نايم في غرفته، بس فجاه بيدخل عليه كيفن وبيكون متردد جدا، بس بيعتذر له بيحط ايده على ستري وبيبدا يعمل طقوس، بس فجاه الطقوس دي بتتلغي وبيجرب تاني بس برضه نفس الكلام. بيتفاجئ وبيقول لي قوتي مش عايزه تدخل جواه، وبعد تفكير كتير بيعرف انه بسبب ان هو مش معترف باي حاجه غير منطقيه ورفض الفكره دي من دماغه خالص. بيترعب وبيقول هعمل ايه دلوقتي، بس فجاه بيجي الواد اللي شبهه بيقول مفيش حل تاني غير اننا نقتله، وبيقول له انت هتكون في خطر لو المهمه دي فشلت. بيكون جيل واقف بره المبنى وشايف كل اللي بيحصل ويفهم ان هم عايزين يتحكموا في ويليام، وبيتفاجئ من خطتهم العبقريه. بيحس كيفن بشبهه بجيل وبيطلب الشبيه من كيفن انه يحاول مع ويليام وهو هيواجه الشيطان اللي بره. وعند جيل اللي اول لما بيقرب بيلاقي ان في حاجز محطوط حوالين المبنى بيمنعه من الدخول، وفجاه بيجي شبيه كيفن من وراه، واول لما جيل بيشوفه بيهجم عليه بس بيصد ضربته بصعوبه شديده. بيقول له جيل انا فهمت دلوقتي انتوا بتفكروا ازاي، انتوا عايزين تتحكموا في ويليام علشان يوصل لمرحله الهائج ومحدش يقدر عليه ساعتها، ومش هيكون قدامنا خيار تاني غير اننا نقتله وبكده نكون دمرنا نفسنا بنفسنا. وفجاه بيهجم عليه وبيعرف يصيبه، فبيتعصب جيل جدا. بيهجم عليه بضربه قويه جدا بس بيعرف يتفاداها، وبيهجموا الاثنين على بعض وبيحصل ما بينهم تصادم قوي. هنا بيفتكر جيل قبل ما يكون شيطان لما كان محبوس في زنزانه كان مستني اعدامه، بس بيجي له سيده بيقول له انت شخص مثير وعشان كده هخليك فرد من عيلتي، انت هتموت دلوقتي بس عندك خيار انك تتعاقد معايا ساعتها هتكون شيطان. وبيقول له ايه رايك تكون البيضك بتاعي مقابل حياتك. بنرجع القتال تاني في الوقت ده وبيقعد جيل يضحك ضحك هستيري زي المجنون وبيهجم عليه بس بيعرف يصدها في اخر لحظه، بس جيل مش بيوقف. بيجي من وراه بينزل عليه بهجوم قوي جدا وبينجح انه يصيبه ويوقعه على الارض، وبيكون لسه هيهجم عليه بس كيفن بيجي وبيوقفه. بيقول له انا مش هعمل حاجه لويليام بس في المقابل ما يأذيش صاحبه، بس بيضحك جيل وبيقول له انت اتاخرت قوي، وبينزل عليه بهجوم قوي بيخليه ينزف جامد من كل حته. بينزل عليه بهجوم تاني كان هينهي خالص، ولكن كيفن بيصد الهجوم في اخر لحظه، وبيكون هجوم جيل هيخترق الدرع بتاعه وهيوصل لكيفن، بس كيفن بيستخدم جناحه اللي بيزود طاقته بكميه كبيره. بيعكس هجومه عليه وبيقع على الارض من الهجوم، بس بيقوم تاني وهو بيضحك وبيجمع قوه اكبر من الاول وبيضربه بيها، بس مفاجاه ان هنا بيظهر دانتو بيصد الهجوم. بيقول له جيل انت لو وقفت في طريقها هقتلك، بس بيرد عليه دانتو بيقول له انت لو كملت هتقتل نفسك بنفسك، بس بيتعصب جيل وبيقول له مش عايز مساعدتك. بيهجم على دانتو بس بيقدر يصد ضربته بكل سهوله، وبيكون جيل مش قادر يتحرك ولكن بيقاوم، بس بيوقفه دانتو بيقول له كفايه وبيقع مغمى عليه. بيسيبوا دانتو من غير ولا كلمه وبياخد ستر وبيمشي. وتاني يوم بنشوف دانتو باقي الشياطين
الشياطين وهم قاعدين مع بعض، وبيكون ويليام فيها الحمد لله من غير ما يحصل اي حاجه. بيجي وقت اقامه المهرجان الثقافي اللي بيحصل كل سنه، وبيكون مسموح للكل انشاء كشك لبيع الاطعمه او اي حاجه هم عايزينها. بيكون ويليام بيقرا الحاجات اللي هتحصل هو ودانتي وستري وايزك، وبيجي رئيس الفصل وبيديهم شرط خاصه بالمهرجان الثقافي. بيسالوا ايزك لو كان هيعمل حاجه في المهرجان، فبيرد عليه بيقول له يبقى تعالى وشوف بنفسك، وبيسيبهم وبيمشي. بس بيقول لهم ان المشاركه في المهرجان ده هتعلي من درجاتهم، وعشان كده لازم يشاركوا فيه. بيقول ويليام انه هيستخدم المهرجان عشان يزود من درجاته، وفي نفس الوقت هيجيب فلوس منه، وهيضرب عصفورين بحجر واحد. بيبدا المهرجان وبنعرف ان اي حد مسموح له يفتح كشك يبيع في اي حاجه، ولو الزبون عجبه المنتج بتاعك يقدر يديك الشاره بتاعته. وفي اخر المهرجان اللي بيكون مع اكبر عدد من الشارات بيكون الكسبان، وبيكسب شويه هدايا على الفلوس اللي معاه، وبيروح كل واحد فيهم يعمل كشك لوحده. بيكون ما شاء الله الزبائن عليهم زي الرز، وبيروح يفكر ويليام هيعمل ايه، فبيفكر فكره عبقريه، وبيروح يكلم ستري وبيقول له ان دانت عنده معجبين اكتر منك. بيقعد يقنع فيه لحد ما بيقتنع، وبيشتغل معاه علشان يكون احسن من دانت ويكون عنده معجبين اكتر منه. بيعمل كده مع دانت وبيروح يمدح قوته وعضلاته، وبيضحك عليه هو كمان، وبيعمل كده مع ايزك وجيل، وبيفتح مطعم وبيشغلهم كلهم عنده. المطعم بيشتغل زي الطلقه، وبنشوف واحد بيشتري لحم من تاجر في السوق، وبيكون هو ده الخادم وراس ماعز الخادم بتاع دانت. فجاه بيجي واحد تاني وبيقول للتاجر انه هياخد كل اللحوم الموجوده، وبيكون الشخص ده هو خادم ستري، وبيتحدوا هما الاثنين بعض مين هيعمل اكل احسن من التاني. بيروحوا يطلبوا من ويليام انه يشغلوا معاهم، وبيعملوا مسابقه عملاقه ما بين الاثنين، وبيتجمع ناس كتير جدا علشانها. بيكون الحكم هما ويليام ودانت وايزك وستري، والمعلق هو جيل. بيكون ده كله خطه من ويليام علشان يكسب اكبر مبلغ يقدر عليه، وبتبدا الجوله ما بين الاثنين، وبينزلوا طبخ بسرعه كبيره، وبتخلص الجوله الاولى. كل واحد منهم عمل كذا طبخه مختلفه، وبينبهر الحكام كلهم بالاكل علشان بيبقى طعمه حلو وجميل. بيجي وقت اختيار الفايز، وبيدي الكل 10 من 10 للمتسابقين، بس بيجي ستري وبيدي 10 من 10 للخادم بتاع دانت، والخادم بتاعه هو لا، وبيكسب الخادم بتاع دانت المعركه دي. بعدها بيروحوا الاثنين يشتغلوا في مطعم ويليام، وبتيجي نتيجه المهرجان، وبيكون الاول هو مدير الفصل، ودي بتبقى صدمه للجميع. وبنعرف ان البنت اللي هجمت على دانت هو وباقي الشياطين انسحبت من الاول علشان بس كانت طالعه تجرب الهواء الطلق. وعند الاربع زعماء بيكونوا قاعدين يتكلموا في حل اللغز اللي حصل، واكيد مش هيكون الاخير. فبيتكلم واحد منهم وبيقول ان الهدف الحقيقي لهم هم المختار، فبيقترح عليهم ان هم يجيبوا المختار للجحيم، ولكن بيرد عليه واحد تاني وبيقول له ان المختار مش بيطينا، احنا الشياطين ومش معترف بينا اصلا. فبيكمل وبيقول لهم يبقى لازم نجيبه في مكان امن ونقدر نراقبه فيه. بتتكلم سيدة دانتو بتقول له يعني من شويه كنت عايز تقتله دلوقتي عايز تحميه، فبيقول لها لا انا ما عملتش كده، ولو عايزه تحميه هاتي لي الجحيم هنا. فبيقطعهم الزعيم التاني وبيقول لهم انه موافق على الفكره دي، وان هم يجيبوا المختار للجحيم، وبيقترح عليها ان هي اللي تهتم بالموضوع ده اكتر، لان هي اكتر واحده عارفاه من وسطهم. وعند ويليام اللي بيهنيه المعلم على درجته العاليه، وبيمشي بعدها. فجاه بتظهر البنت دي واللي بتكون مسميه نفسها خطيبه دانتو، وبتاخده من ايده وبتنزل للجحيم. وبيدخل ويليام مكان تجمع جميع الشياطين، وبيكلم واحد من الزعماء بيقول له ان دي اول مره نتقابل، وبيحييه وبيعمل كده بقيه الزعماء. فبيقول لهم عايزين مني ايه، انا عندي واجب لازم اخلصه. بيقدم كل زعيم منهم خدمه خاصه، ولكنه بيرفضهم كلهم، وبيدخلوا في صلب الموضوع. بيقولوا ان هم جابوه هنا علشان يحموه. بيستغرب ويليام، بس بيكملوا بيقولوا ان هو بقى مستهدف من الاليونت واتباعه علشان بقى المختار. بس بيرد عليهم ويليام وبيقول لهم ان هو مش مختار ولا اي حاجه. بيتكلم واحد منهم وبيقول له انت بتنكر الحياه ليه، وبيساله سؤال وبيقول له اختار انت اي حد مننا وهو هيتم حمايتك منه. بيقول لهم ويليام انا عايزكم كلكم تبعدوا عني. وفجاه واحد منهم بيتعصب بسبب اللي بيقوله، وبيهجم عليه علشان يعلمه الادب. بس بيظهر دانتو بيصد الهجوم، وبتقول له سيدتي انا كنت عارفه انك هتيجي. وبيقوم ويليام من على الارض، ولكن وهو بيقوم بيقع منه الخاتم بتاع ابوه. هنا كل اللي موجودين بيتاكدوا ان هو المختار بسبب الخاتم، وبيكون الخاتم ده هو سبب ان هو مختار اصلا، ولو اخدوه هيعرفوا يسيطروا على الشياطين. بيهجموا كلهم عليه، وبتحاول سيدة دانت ان هي توقفهم، ولكن محدش بيسمع كلامها. وبيلبس ويليام الخاتم، واول لما بيعمل كده بيحس بألم غريب. وعند كيفن بيحس بنفس الاحساس، واول لما بيشوف ويليام بيعرف ان الخاتم تم استخدامه. واول لما بيلبس ويليام الخاتم شكله بيتغير وبيطير في الهواء. فبيقول احد الزعماء انهم لو اخدوا روحه فالمختار هيتلاشى للابد. بيهجموا كلهم عليه، بس فجاه كل الضربات بتتلاشى وما بتصابش باي حاجه. وبيستعمل هو قوته وبيهجم على سيد ستري بقوه كبيره، وبيعرف يصد ضربته دي بصعوبه. بيؤمر الكل ان هم يقتلوه، وستري بيحاول يوقفه لكن بيساوي بالارض، وبيقول له ان ده لمصلحته. بس بيهجم عليه ويليام بيدمر المكان من قوته. بيجي جيلو اللي بيكون مبهور بقوه ويليام الكبيره، وبيتحمس جدا ان هو يقتله بسبب ان رتبته هترتفع اكيد لو قتله، وبيطير لحد عنده. بيهجم عليه بس ويليام بيصد ضربته بايده، وبيتصدم جيل من قوته المرعبه. وبيستغل الزعيم تشدده وبيهجم عليه، ولكن بيتفادى الهجوم بكل سهوله. بيسخر منه من قوته الضعيفه، وبيروح دانت علشان ياخد الخاتم من ويليام ويفوقه. بس ويليام بيشوفه وبيقول له انت مين وعايز ايه. بيطلب منه انه يبعد عنه وما يوقفش في طريقه. بيضربه ضربه بيطيره بعيد، وبيهجم عليه تاني. وساعتها بيقع دانت مهزوم، والكل بيبقى مصدوم علشان ده تقريبا من الاقوى، ده لو ما كانش الاقوى اساسا. دانت بيغمى عليه من شده الالم، وبيجي الزعيم تاني بهجوم اقوى، بس ويليام بيصد بكل سهوله، وبيهجم عليه تاني بقوه اكبر، وبيحصل انفجار قوي جدا في المكان لدرجه ان كل الزعماء بيخافوا. بس المفاجاه ان بيخرج ويليام من الهجوم من غير ولا خربوش، وبيقعد يهجم عليه، بس بيصد ويليام كل ضرباته. بيقول جيل ان مش فارق معاه مين هيكسب، فهم كده كده هيموتوا هما الاثنين. وبيامر الشياطين في الهجوم، بس الزعيم بيقتلهم بسبب ان هما بيقفوا في طريقه. بيقتل ويليام كل اللي بيقرب منه، بس فجاه بيهجم جيل على ويليام بقوه كبيره، بس بيصد ويليام ضربته بسهوله، وبيحدف القوه بيكسر بيه الجدار. بيستغل الزعيم تشتت ويليام، وبيروح علشان ياخد الخاتم، وبينجح فعلا انه يلمسه. بس بمجرد
بمجرد ما بيعمل كده بيترمي على الارض مره واحده. بيتفاجئ الكل لما بيعرفوا ان الخاتم بيصد الهجمات لوحده، وبيعرفوا ان مفيش امل لان هم ياخدوه. في الوقت ده بيفوق دانتي وبيشوف ويليام وهو بيخلص على كل الوحوش، وبيروح ويليام للزعيم اللي بيكون لسه ما اتحركش من مكانه، بيستخدم قوته علشان يهجم عليه، وهنا ستري بيصرخ باعلى صوته علشان ما يموتوش، وبيقول له ده انت مستحيل ويليام يقتل حد، وبيروح علشان يوقفه. بينجح انه يصد الهجوم بتاعه، بس في المقابل بيتحدف جامد لورا وبيقع على الارض لا حول ليه ولا قوه. بس في اخر نفس ليه بيطلب منه انه يتذكر هو يبقى مين. فعلا ويليام بيبدا يتشوش وبيساله انت مين، فبيقول له انا ابقى دانت صاحبك اللي ضحى بحاجات كتير علشانك، وبتبدا الذكريات تتشوش عنده، وبيساله دانت هو يبقى مين، فبيقول له انا ابقى ويليام اللي مش بعترف بالشياطين. ويليام الذكي وبيروح دانت يمسك ايده رغم القوه الكبيره اللي بتدفعه لبعيد، بس فجاه الطاقه دي كلها بتختفي مره واحده. بتظهر بوابه في السماء، وهنا كلهم بيتفاجئوا بوبو مش مصدقين، وبيقولوا مستحيل يكون هو ده ملك الشياطين الجديد. بعد ما بيستعيد ويليام وعيه وبيبص لدانت وبيقول له ان الخاتم ده يخصك انت، وبيديله الخاتم وبيعترف بيه اخيرا. اول لما بيقلعه بيقع على الارض، بس بيلحقوا دانت وبيقول الزعماء احنا لازم نختار حد يكون الامبراطور في اسرع وقت ممكن. بيبص كلهم لدانت، وبعدها بنروح للمدرسه وبنشوف ويليام وهو هناك، وبيجي له صاحبه وبيقول له ان المدير وافق اخيرا انه يديله المنحه الدراسيه. بيبقى واضح على ملامح الحزن، وبيساله صاحبه ماله، فبيقول له ويليام ان ما بقاش حد فاكر دانت ولا ستري ولا جيل ولا كانهم كانوا موجودين اساسا. بيروح لكيفن الكنيسه واللي بيرحب بيه جدا، وفي نفس الوقت بيكون مستغرب لانه اول مره يجي الكنيسه. فبيسال ويليام كيفن وبيقول له انت شايف ان الشياطين موجودين ولا لا، وهنا بيرد عليه كيفن وبيقول له ان هم موجودين بس بيحاولوا يفسدوا البشر دايما. بيخرج ويليام من غير ولا كلمه، بس بيقع منه ارث عائلته الخاتم بتاع ابوه، وبيروح علشان يجيبه، بس فجاه بيظهر دانت وبيديله الخاتم. وهكذا يلتقي الصديقان مره اخرى، زي ما انا وانت بنتقابل كل فيديو كده، ما انت صاحبي برضه. المهم فيديو النهارده ده يكون خلص، فما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه ولايكات كتير بقى للفيديو ده، ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي، ويا رب تخشوا الجنه، وسلام.